أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست على الهامش. معاكم إسلام السمان. النهاردة هنتكلم عن حاجة بتحصل أكتر مما تتخيل. شركات أرقامها حلوة لكن فجأة تنهار، ولا خسارة ضخمة ولا أزمة خارجية، بس تقع. ليه؟ المشكلة مش في الأرقام، المشكلة في القراءة. في شركات الإيرادات عندها بتزيد لكن الكاش بيقل، وده معناه إن الفلوس على الورق مش في البنك. يعني الفواتير اتعملت لكن القبض متأخر أو مش مضمون. وفي شركات بتحقق أرباح محاسبية بس من إعادة تقييم أصول أو أرباح غير متكررة. يعني كسبت السنة دي بس مش هتكسب بنفس الشكل السنة الجاية. وفي شركات بتكبر بسرعة جدا فتبان ناجحة لكن التكاليف بتجري أسرع منها. النتيجة الكاش يتحرق قبل ما الأرباح توصل. خليني أقول لك حاجة، النجاح المالي الحقيقي مش في رقم الإيراد لكن في جودة الإيراد. هل الإيراد ده مستمر؟ هل بيولد كاش؟ هل ناتج من نشاطك الأساسي؟ المدير المالي الشاطر مش اللي يفرح بالأرقام الكبيرة، هو اللي يسأل: الرقم ده بيقول الحقيقة ولا بيلمعها؟ في النهاية الشركة اللي بتعيش مش اللي أرقامها حلوة لكن اللي قراراتها ذكية ولغتها المالية صادقة. أنا إسلام السمان، ودي كانت حلقة النهاردة من على الهامش. لو عجبتك شاركها مع أي حد بيحب يفهم الأرقام، مش بس يقرأها.